ايوه زي ما قريت في عنوان الفيديو، لو ما عملتش فلوس بعد الفيديو ده هحذف قناتي. ولكن استنى، خليني ان انا هكون معاك صريح شويه، انت مش هتعمل فلوس بعد الفيديو ده على طول، يعني مش هتخلص الفيديو ده بعدين هتروح هتعمل ملايين الدولارات وتركن اللامبورجيني تحت بيتك. ولكن انا جايب لك طريقه، وطريقه كويسه جدا، وهتخليك فعلا تعمل فلوس في اسرع وقت ممكن، بعيد قوي عن الهبد اللي انت كنت بتشوفه. وانا حرفيا عندي الثقه دي كلها ان انا طالع بقول لك كده، لانك لو طبقت الكلام اللي انا قلته لك هتقدر انك تعمل فلوس. لان انا عكيت بحاجات كتير قوي، ومريت بمراحل كتير قوي، واكتر مرحله وصلت لها واللي هو كلكم كمان بيوصلوا لها وكلكم كمان بتقفوا فيها. طب ابدا من فين؟ طيب ابدا برمجه، ابدا اصنع محتوى، ابدا مش عارف ايه، ابدا فين. فباذن الله لو طبقت الكلام اللي هقوله لك في الفيديو ده على ضمانتي الشخصيه هتقدر انك تعمل فلوس باذن الله. طبعا اول حاجه، وهي اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المصادر اللي هنعمل منها فلوس، فلو ما شفتش الفيديو اللي فات روح اول حاجه شوف الفيديو اللي فات وبعدين تعالى هنا كمل عشان تستوعب احنا بنتكلم في ايه. حلو قوي. فجيت انا قلت لك وقتها اننا هنستخدم مهارتين عشان ما شتتكش في بحر المهارات الكتيره قوي، وهعلمك النهارده ان شاء الله في الفيديو ده انك ازاي تتعلمهم، ازاي تبدا فيهم، ازاي تطور من نفسك فيهم، واخيرا ازاي تطلع فلوس منهم. اول حاجه ازاي تتعلمهم. لو انت عاوز تتعلم انك تعمل ازاي صور مصغره او انك تعمل ازاي مونتاج، وركز على كلمه صور مصغره، انا بقول لك صور مصغره، ما بقولكش تروح تتعلم جرافيك ديزاين، اتعلم انك ازاي تعمل صور مصغره. فالحاجتين دول لو انت عاوز تتعلمهم مفيش غير اليوتيوب هو اللي هيعلمك. بس انت مفكر ان انا هقول لك مفيش غير اليوتيوب وبس كده خلاص شكرا؟ اول حاجه لو انت هتتعلم انك ازاي تعمل صور مصغره، فلو امكانياتك ضعيفه فانت هتستخدم الفون بتاعك انك انت هتعمل صور مصغره، ولو امكانياتك قويه فانت هيكون عندك بي سي هتنزل برنامج فوتوشوب وهتستخدمه في انك انت تعمل صور مصغره. حلو قوي. هنمسك احنا بقى اول حاجه الفون. لو انت عندك فون هتخش هتكتب على اليوتيوب كيف تقوم بعمل صور مصغره، هتظهر لك كميه فيديوهات كتير قوي، ولا فيديو هيفيدك حرفيا، ولا فيديو هيفيدك. وعشان اسهل عليك الطريقه اكتر واكتر، في شخص روح اتفرج عليه، الشخص ده كفيل لوحده ان هو هيعلمك ازاي تعمل صور مصغره احترافيه بالفون بس، وهو جمال إيديت. تاني حاجه لو انت طيب بتستخدم بي سي وعندك برنامج فوتوشوب، فخليني ان انا هكون صريح معاك، المحتوى العربي مش هيفيدك قوي في الحته دي بصراحه، يعني المحتوى العربي مش هيفيدك. فعشان ما تضيعش نفسك وما تضيعش وقتك تفضل تدور ومش هتاخد الاستفاده الكفايه، ففي سيرش هتدور عليه هتتعلم منه، وهتيجي انك انت هتفتح يوتيوب هتكتب هاو تو ميك ثامبنيل لايك مستر بيست، هتظهر لك كميه فيديوهات كتير قوي، وفيديوهات فيها الفيديوهات اللي هي هتفيدك وفيها الفيديوهات اللي هي يا دوبك شغاله. بس برضو عشان اسهل عليك الطريق اكتر واكتر، في شخص روح اتعلم منه وهو اسمه بادز ديزاينز. الراجل ده كفيل لوحده انه يعلمك ازاي تعمل صور بالفوتوشوب بنار حرفيا. تيجي هنا هتقول لي بس يا توماس يعني في مشكله بس صغيره، مشكله وهو ان انا يعني الانجليزي بتاعي قد كده وما بعرفش اتكلم انجليزي. طيب حلو قوي، مش محتاج انك تفهم انجليزي، مش محتاج انك تعرف تتكلم انجليزي، مديني انا اهو مثال اهو حي قدام. الانجليزي اصلا بتاعي يعتبر اهو شغال، مش اللي هو الحاجه مثلا واو بيرفكت. فكل اللي انت هتعمله هتتفرج على الراجل ده محتوى اجنبي، هتشغل الفيديو بتاعه، هتبطئ سرعه الفيديو، والحاجه اللي هو يعملها في البرنامج هتعملها انت عندك. عمل هو في البرنامج كذا 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 كذا، هتيجي انت عندك هتعمل كذا 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 كذا. المهاره دي هتتبني عندك في الجهاز العصبي. فلو في محتوى اجنبي تعليمي بتتفرج انت عليه، كل اللي انت عليك انك انت تقلده في الحاجه اللي هو بيعملها، مش لازم تكون فاهم هو بيتكلم في ايه، بس قلده في الحاجه اللي هو بيعملها. نخش بقى على المونتاج. حبيب الملايين، الناس كلها دلوقتي عاوزه انها تمنتج، حرفيا اي حد دلوقتي عاوز ان هو يشتغل مونتاج. وعندي نصيحه ليك هتفيدك، لو ناوي انك تتعلم مونتاج ما تتعلمش انك تعمل مونتاج فيديوهات طويله، او ما تحطش في بالك انك انت هتتعلم مونتاج عشان هتعمل فيديوهات طويله، لان دي تعتبر فيها شويه مشاكل كده. اول حاجه اللي هو يعني انت احترفت مثلا برنامج الفوتوشوب، بقيت انك بتعمل صور فوتوشوب بايه قصدي مونتاج، بقيت انك بتعمل مونتاج احترافي، مونتاج نار حرفيا. وراح جه واحد قال لك يا باشا انت شغلك 100 100 واتفقنا على ايه السعر وكل حاجه، فجه هو بعدين بعت لك الفايل، هتلاقي انت الفايل حجمه 300 جيجا و200 جيجا وحاجات كده، ارقام كده كبيره قوي. اول حاجه جهازك نفسه ما هيستحملش ان هو هيشغلها، وتاني حاجه يعني هترفع انت بس الفايل ده هتكون انت اصلا خلصت 3 باقات نت عندك. فمونتاج فيديوهات طويله ما عاوزينهاش دلوقتي، فانت هنا هتتعلم انك انت هتعمل مونتاج وتروح تعمل مونتاج شورتس، فيديوهات قصيره. وحرفيا فيديوهات الشورتس دي اكتر حاجه دايسه في الوقت ده،
فكل الناس دلوقتي حرفيا بيدوروا على اي ناس يعملوا لهم مونتاج فيديوهات شورتس. بس استنى اسمعني، لو انت حابب انك تعمل فوتوشوب كمل فيه عادي زي ما انت. الفوتوشوب برضو بيستخدم في الفيديوهات القصيره، فالكلام ده طبعا فهمته لك انا في الفيديو اللي فات. دلوقتي يا سيدي لو انت واحد بتستخدم فون، انت كحيان ولا عندك كمبيوتر ولا عندك اي حاجه، ما بتستخدمش غير تليفون، هتتعلم ازاي مونتاج؟ برنامج كاب كات، واكيد سمعت عنه واكيد مليون واحد كلمك عنه. هتمسك البرنامج ده هتتعلم اساسياته لو انت يعني ما بتفهمش فيه، وبعد كده عشان تطور نفسك في انك انت ازاي تعمل مونتاج هتخش هتفتح سيرش يوتيوب، هتكتب فيه هاو تو اديت لايك ايمان جادزي ان كاب كات، هاو تو اديت لايك علي عبدال ان كاب كات. هتكتب السيرش اللي انا قلته لك ده، هتخش هتظهر لك ناس كتيره قوي هتعلمك انك انت ازاي تعمل مونتاج احترافي ببرنامج كاب كات بس. فلو انت بتستخدم بي سي فهيكون عندك كاب كات، لا هيكون عندك بريمير برو. فلو انت فنصيحه مني ابدا ببرنامج كاب كات. يعني لو انت واحد ما استخدمتش خالص اصلا بريمير وناوي انك تبتدي مثلا مونتاج، استعمل برنامج كاب كات. غير كده ان هو اصلا ببلاش، ما يدخلكش في حوارات الكراك بتاعت مين بريمير دي. فلو انت هنا هتستخدم كاب كات اللي هي نسخه البي سي، هتكتب نفس الكلام اللي احنا قلناه تبع نسخه التليفون، والاختلاف بينهم مش اللي هو اصلا كبير. فلو هو عمل حاجه هتكون انت فاهم الحاجه دي عملها فين عندك انت. يعني هو هيكون في طبعا اختلاف ما بين كاب كات اللي هو على الفون وكاب كات اللي هو على البي سي، بس انت حاول تجمع كده مع نفسك الحاجات دي وتربطها ببعض. طب لو انت هنا بقى بتستخدم بريمير هتعمل ايه؟ هتخش هتكتب نفس الكلمات اللي انا قلتها لك، بس بدل ما هتكتب ان كاب كات هتكتب ان بريمير برو بس كده خلاص شكرا. وبما انه طبعا اغلب الناس بتستخدم كاب كات حاليا، فعشان اسهل عليك الموضوع اكتر واكتر وما سيبكش سرحان في بحر الفيديوهات دي كلها، في واحد عاوزك انك تتفرج عليه اسمه جوي اديتس. الراجل ده هتتفرج عليه هيعلمك ازاي تمنتج ببرنامج كاب كات. انا هنا قلت لك ازاي تتعلم المهارتين، تبدا فيهم ازاي، تطور نفسك فيهم ازاي. ما فضلش غير المرحله الاخيره واللي انت مستنيها، وهي انك ازاي تبتدي تعمل فلوس بقى. خلاص انا اتعلمت وجهزت نفسي وخلاص، ابتدي ازاي ان انا هعمل فلوس. انت مفكر انك انت عشان تتعلم مهارتين زي دول فانت محتاج لك شهر شهرين ثلاثه اربعه اصلا؟ انت مفكر ان انا هسيبك شهر شهرين ثلاثه اربعه بتفضل تتعلم فيهم وتيجي بعدين تعمل لك صفحه على المواقع اللي هي فريلانس اللي هي خمسات واب وورك ومش عارف ايه، وتستنى 15 سنه تانية عقبال ما يجي لك عميل، وتستنى 17 سنه تانية عقبال لما هيوافق عليك العميل؟ سيبك من كل العته اللي انت سمعته عند اي حد. بص هو ما يعتبرش عته، عشان كلمه عته دي كأننا الواحد بيقلل منه، ولكن انا عندي طريقه كده تانية احسن ليك وهتفيدك بكتير قوي. فاول حاجه اياك اشوفك بتقدم شغلك على مواقع الفريلانس، ما تعملش كده ابدا ابدا. ازاي هنكسب فلوس لو انا مش هقدم شغل على مواقع لفريلانسر؟ حاجه بسيطه جدا، صناعه المحتوى. بس انا هقول لك انت لازم تصنع محتوى خلاص وشكرا وسقفوا لي يلا يا جدعان وخلاص خلص الفيديو. طب ما في مليون واحد قال لك لازم انك تسوق لخدماتك بانك تصنع محتوى. لازم تصنع محتوى، وما حدش فيهم بيقول لك ازاي اصلا بتصنع محتوى، ما حدش فيهم حتى بيعلمك اساسيات صناعه المحتوى. فما تقلقش، متابع انا معاك وهفهمك برضو كل حاجه. في برضو نقطتين نسيت ان انا هتكلم فيه. اول حاجه في انك انت هتكسب فلوس. طيب ازاي هتكسب فلوس بالمهاره اللي انت اتعلمتها؟ اول حاجه لو انت هتكسب فلوس فانت لا هتجيب كلاينت، لا هتجيب عملاء تقدم لهم مثلا مونتاج، تقدم لهم مثلا صور هيدفعوا لك عليها، لا هتعمل كورس تشرح فيه المونتاج، تشرح فيه انك انت ازاي تصمم، فهتيجي الناس هتشتري منك. فاحنا هنستخدم الاثنين وهنستغل الاثنين، ولكن بصناعه المحتوى. طيب هنصنع ازاي محتوى بالمهارات دي؟ اننا هنعلم الناس ازاي يستخدموا المهارات دي بس، شكرا، بسيط. يعني انت واحد بتتعلم المهاره هتروح تعلم الناس ازاي يتعلموا المهاره دي. هتيجي انت هنا بعدين هتستغرب وهتقول لي يا توماس ده انا اصلا بتعلم المهاره، هروح ازاي هعلمها للناس؟ هقول لك مش لازم تكون محترف المهاره تماما عشان تبتدي تعلمها للناس، مش لازم. رحت انت مثلا اتعلمت طريقه زي انك انت مثلا في المونتاج انك انت ازاي تضيف تكست، ازاي تضيف صوره ورا الشخصيه نفسها، هتاخد الحاجه اللي انت اتعلمتها في الفيديوهات دي وهتروح تطبقها عندك. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل انه في ناس مهتمه بالمونتاج، في ناس مهتمه بتصميم الصور المصغره، فشغالين بيقلبوا، شافوك انت بتعلم الحاجه دي، لا والله الراجل ده بيفيدنا انا هشترك معاه، هتابع معاه، هيعمل لك فولو، هيتابع معاه، هيبقى كده الشخص ده اسمه متابع ليك. هو شافك انك انت بتساعده فهو بيتابعك عشان يستفيد منك اكتر واكتر. وانت شغال بتتعلم الحاجه اللي انت بتتعلمها تروح تعمل عنها فيديو، فكده هتوصل لمرحله تانية انك مش عايز الحاجات اللي انت بتتعلمها تعمل بس برضو عنها فيديو، انا عايزك تعمل محتوى عن الحاجه اللي هي تخصك. اطلع اتكلم عن المونتاج، اطلع اتكلم عن مثلا التصميم. والله انا شايف انه المصممين في الزمن ده مظلومين، والله تاني انا شايف انه الممنتجين في الزمن ده اجورهم مثلا قليله،
اطلع اتكلم عن الحاجه اللي انت بتعملها، هتتكلم وهتعلم الناس، وهتيجي بعدين تركايه كده تانية هقول لك عليها وانت شغال بتقلب ريلز، عشان انا عارفك طبعا هتعمل انستجرام من هنا وهتروح انك هتفضل هتقلب ريلز. فالمهم يعني وانت شغال بتقلب ريلز هتظهر لك فيديوهات عن ناس بتعلم ازاي تعمل مونتاج زيك، او بتعلم ازاي تعمل تصميم صور مصغره زيك، تعمل لهم فولو، تعمل لهم لاف، تحفظ الفيديو عندك. تقول لي بس ده المنافس ليا، انا ليه هعمل له الحاجات دي كلها؟ هقول لك يا اخي حب يا اخي الخير لغيرك، ولكن الهدف منها انك انت بتعرف انستجرام ان انا عاوز محتوى من ده، عشان تبتدي بعدين تعمل ايه؟ تقتبس افكار من اللي هم بيعملوه. وفي كمان حاجه برضو تانية بيعملوها، عارف انت الفيديو اللي هو بيظهر لك بيقول لك افضل 5 مؤثرات صوتيه، اكتب تحت كلمه مؤثرات وهبعتهم لك على الخاص، تروح كاتب تحت كلمه مؤثرات يتبعتوا لك على الخاص. افضل 5 خطوط عربيه، اكتب تحت خط عربي وهبعتهم لك على الخاص، تكتب يتبعتوا لك. فانت هتعمل هتكتب تتبعت لك الحاجه على الخاص، تاخد الحاجه دي تعمل عنها فيديو محتوى ببلاش حرفيا. وزي ما قلت لك هيجي المتابع شغال بيشوفك، الراجل ده والله استفدت منه، هعمل له مثلا متابعه. هيجي بعدين مين؟ كلاينت واحد شغال بيقلب برضه ريلز، شافك انك انت بتشرح حاجه فراح قال بس الراجل ده فاهم، الراجل اللي هو بيصمم ده او الراجل اللي هو بيعمل مونتاج ده فاهم، هخش انا بقى هكلمه، هيدخل بقى بعدين هيكلمك والله وانا شفت محتواك وعاوز منك انك تعمل لي صور مصغره ليا، او عاوز منك انك انت تعمل لي مونتاج ليا. هتيجي انت هنا بص يعني ما تكونش كده سايب نفسك كده، لا هتقول والله انا ليا 5000 شغلانه معروضه عليا فهحب ان انا هنقي، وانت اصلا كداب انت ما فيش 5000 شغلانه، بس حاول كده انك انت تبين انك انت في 5000 واحد مثلا مستنيك. فهتيجي بعدين هتتفق معاه على السعر، اتفقت يا باشا على السعر، هتعمل له مونتاج، هتعك معاه كتير قوي، هتتعلم من العك ده كله وتفضل مكمل صناعه محتوى لحد ما توصل انك انت عملت عدد متابعين كويس جدا. عملت مثلا 10000 متابع، 20000 متابع. 10000 متابع دي تعتبر اصلا ولا حاجه حرفيا، بس ال 10000 متابع هيقدروا يدخلوا لك دخل كويس جدا. عملت انت يا باشا 10000 متابع، هتعمل لهم كورس، الكورس ده بيتعمل مره واحده بس، وهكلمك فيما بعد بقى قدام ازاي هتبتدي انك تتطور في الحاجات دي كلها، ما تقلقش مش هسيبك. فانت هتعمل كورس مره واحده بس. 10000 دول مثلا، فلنتخيل انه في منهم 500 شخص بس اللي هم هيشتروا الكورس بتاعك، يعني في 9500 شخص ما هيشتروش. طيب ال 500 دول فلنفترض مثلا انت الكورس عامله بكام؟ $30 بس، ف 30 في 500 احسبها انت بقى مع نفسك. فانا هنا اديتك الطريقه، انا هنا كده مهمتي ليك خلصت، اديتك الطريقه. فانت اللي هتكون شخص من الشخصين اللي انا هذكرهم دلوقتي، اللي هتقول يا ابني ليه يا توماس ده انا هروح اعمل الطرق دي واجربها واعمل ملايين الدولارات، بس هستنى اخلص امتحانات، بس هستنى سنه 2025 تبدا، بس هستنى السما تنزل على الارض، بس هستنى مش عارف ايه، بس لو انت هتكون من الناس دي، فالناس دي انا مش عايزها عندي في القناه ومش عايزها كمان في حياتي. او هتكون من الناس التانية، والله يا توماس شكرا وربنا يبارك لك يا رب، اروح انا فعلا هعمل الحاجه اللي انت علمتها لي دي، وتروح تبدا فيها من دلوقتي. وخلي بالك انا حرفيا اخترت المهارتين دول، انك انت تصمم صور مصغره او انك انت تعمل مونتاج بعنايه شديده قوي. هقول لك ليه؟ لانكم اغلبكم اصلا متعلمين مهاره من المهارتين دول، اغلب الناس متعلمين مهاره من المهارتين دول حرفيا. فلو انت كنت متعلم فانت ما قدامكش غير نص الطريق، اللي هو انك تبدا تصنع محتوى. مش لازم انك تكون متعلمهم مقفلهم مثلا، لا، بس عارف انت فيهم يعني حاجات كتير قوي، فمش فاضل لك غير انك تبدا تصنع عنهم محتوى بالحاجات اللي انا ذكرتها لك فوق. طب لو انت واحد مبتدئ جدا ما تعرفش عنهم اي حاجه، مفيش اي مشكله، ابتدي اتعلمهم وطبق الخطوات اللي انا قلتها لك دي كلها. شفت ازاي انا مسهل عليك الطريقه قوي، ومش ناقص بس غير انك تبدا فعلا. فانا هنا يعتبر اديتك سلاح، فالسلاح ده لا تحارب بيه وتستخدمه، لا تركن السلاح وتقول اصل بعدين اريح شويه، اصلا انا تعبان. بس استنى، في مشكله ممكن تخليك ما تعملش كل اللي انا قلت لك عليه، مشكله ممكن حرفيا تبوظ لك كل اللي انا قلت لك عليه وتبوظ لك كل حاجه. وهي لو انت هتبدا صناعه محتوى فانت هيكون عندك خيارين، لا هتطلع بوشك لا هتطلع من غير وشك. بس نصيحه مني، لو انت ناوي انك تبدا صناعه محتوى لازم تطلع بوشك. بس لو انت في ظروف قويه جدا منعاك انك هتخليك ما هتقدرش تطلع بوشك، خلاص ما تطلعش عادي واعمل المحتوى ده عادي جدا. طب لو انت تقدر انك تطلع بوشك بس في مشكله مع الطلاق، واللي هي ايه بقى المشكله دي؟ واللي هي انك خايف. طب خايف من ايه؟ خايف من راي اهلك فيك، خايف من شكلك قدام الكاميرا، خايف من قرايبك، خايف من صحابك ممكن يشوفوا فيديوهاتك يتريقوا عليك، حاجات كتيره قوي مخوفاك. وحرفيا انا الحاجات دي كلها مريت بيها، صدقني الشخص اللي بيتكلم قدامك ده مر بكل الخوف في الحاجات دي كلها.
حاجات اكتر من كده كانت بترعبني، كانت عندي مهارات وحاجات كتيره قوي بس ما كنتش قادر ان انا هبدا بسبب ان انا خايف من الحاجات دي. بس انت مفكر ان انا هسيبك كده وهسيبك خلاص، هسيبك تحتار لخوفك واسيب خوفك ده يبوظ لك كل حاجه؟ ما تقلقش، ما تقلقش من اي حاجه خالص. انا هعمل لك فيديو وربنا هعمل لك فيديو، الفيديو ده هيخليك حرفيا خوفك ده تاخده كده وترميه في الزباله. ومش هقول لك اصل انت مش محور الكون، اصل انت ما تفكرش ان الناس كلها بتبص. سيبك من كل الكلام ده، الكلام ده كلام بس، لكن هديك طرق فعليه فعلا هتقدر انك تتغلب بيها على خوفك، طرق فعليه بجد. فعشان فعلا تستفاد اكبر استفاده ممكنه انزل تحت دلوقتي اشترك في القناه دي، ولو حابب انك تحط لي لايك مثلا فانا هكون فرحان لو انت حطيت لي لايك، ولو مش حابب عادي جدا. بس بجد نصيحتي اتفرج على الفيديوهات اللي انا هنزلها هنا، صدقني هعلمك كمية حاجات في وسط كمية النصايح العقيمة اللي انت سمعتها. لان انا واحد سمع كمية نصايح عقيمة جدا ما قدمتهوش اي خطوة في حياته، ما خلتنيش اتقدم ولا حتى سنة بس بسيطة كده في حياتي. نصايح بس، كلام بس وخلاص. فانا عايزك فعلا تستفاد، باكد عليك تاني انزل اشترك في القناة دلوقتي عشان هتستفاد من الحاجات الكتيرة واللي هي جاية.